بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. حبايب قلبي ما تنسوش الاشتراك وتفعلوا زر الجرس واكتبوا لي تعليق حلو. حطوا لايك يا حبايب قلبي عشان اكبر بكم واحقق شروط الريت. ربنا يسعد قلوبكم يا رب. النهارده هعمل معاكم رز ابيض وهعمل صينية بطاطس اللي هي الكداب، ما فيهاش لا فراخ ولا لحمة. هعمل جنبها بيض مسلوق وفضل ونعمة من عند ربنا. انا عامله معاكم الدور اللي فات فراخ. دي طريقتي في عمل صينيه البطاطس انا مخرطاها وغسلاها، وبحط يا حبايبي الطماطم دي عصره فيها 5 فصوص توم، لان ولادي زي ما قلت لكم ما بيحبوش التوم زار. ودول 3 بصلات يا حبايب قلبي، ودول قرنين فلفل، قرن اخضر وقرن احمر، ودي حته فلفل بس حراقه لان عندي ما بيحبوش الحراق. والبهارات بتاعتنا فلفل، كمون، بهارات فراخ، بابريكا. دي البهارات اللي انا بستعملها. كده هخرط عليها يا حبايبي الفلفل. طريقه سهله وبسيطه وبتبقى حلوه، بس انا بعملها في الفرن اللي فوق اللي هو الفرن الغاز، بس بتطلع جميله يا حبايبي. وهي الطريقه دي ني في ني، احنا بنسميها كده. واعمل جنبها رز ابيض يا حبايبي، وسلقه جنبها بيض، وده عشان النهارده الحمد لله فضل ونعمه من ربنا. كله بخرط على البطاطس كده، وبحط البهارات وبحط الطماطم وبولع عليها في الفرن، بس بتطلع جميل. جربوها يا حبايبي واكتبوا لي في التعليقات طلعت معاكم حلوه ولا ايه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي بحلول شهر رمضان الكريم، يعود عليكم بالخير يا رب. وشاهدوا لي الفيديو للاخر يا حبايبي، ربنا يسعد قلوبكم يا رب. صينية البطاطس لما يكون فيها البصل كتير بتبقى حلوة يا حبايبي. لو انت ما بتحبيش البصل قلل براحتك، دي طبع الرغبة. ولو بتحبي التوم متخرط بردك براحتك. دول البهارات اللي انا بستعملها يا حبايبي زي ما قلت لكم. انا حطيت فلفل يا حبايبي، ودي البابريكا وكمون وبهارات فراخ. لو عندك بهارات لحمه بتبقى حلوه برضه. والملح يا حبايبي. والملح هنقلبها بقى يا حبايبي، وبعد كده نضيف عليها الطماطم. جربوها تطلع جبل، انا بعملها كده على طول. وهتبقى احلى في الصيف لان الحر لا بيحب تقليه ولا حاجات مقليه، بتبقى صعبه بتعمل حموه على الصيف. وشويه زيت يا حبايبي، وكده هنضيف الطماطم. اسهل حاجه كلها في صينيه واحده. وزي ما قلت لكم انا ما بصفيش الطماطم. بس يا حبايبي هزودها كمان كوبايه ميه عشان تستوي. وأما اطلع في الفرن، وأما اطلع اولع الفرن ارجع معاكم تاني. وأما اقطع الرز برضه هطلع بقى اولع الفرن وارجع معاكم تاني. ورجعت معاكم يا حبايبي، كده انا جهزتها معاكم، ومولع الفرن سخن. هزقها بقى في الفرن واوطي عليها من فوق عشان وشها ما يحمرش قبل ما تستوي. وما تستوي هرجع معاكم تاني يا حبايبي عشان الفيديو ما يطولش عليكم. ورجعت معاكم يا حبايبي، استنيت البطاطس خلصت اهو. هنزل بقى انزلها واصور لكم باقي الاكل
وكده يبقى فيديو منتهي النهارده. ما تنسوش يا حبايبي الاشتراك وفعلوا زر الجرس وحطوا لايك يا حبايب قلبي وشاهدوا الفيديو للاخر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.